الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. حتى قال عنه الإمام المحدث يحيى بن معين: الرواية الصحيحة عن عاصم روايته. وقال فيه الشاطبي رحمه الله: وبالإتقان كان مفضلا. قالوا نرتله ب7 أحرف، أكرم بجمع مثقل الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول الإمام الشاطبي: جزى الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بلور 7 قد توسطت، سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. وهذا لقاؤنا بكم يتجدد لنجلس على مائدة القرآن العظيم ونغترف من معين آياته وشذا عطره الفواح، مع إمام مقرئ علم كان من أعرف الناس بقراءة عاصم. حتى قال عنه الإمام المحدث يحيى بن معين: الرواية الصحيحة عن عاصم روايته. وقال فيه الشاطبي رحمه الله: وبالإتقان كان مفضلا. وقال أبو الحسين ابن المنادي: قرأ على عاصم مرارا، وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر ابن عياش يعني شعبة، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم، أقرأ الناس دهرا، وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي رضي الله عنه. وكان الإمام الذي نتحدث عنه ربيبة الإمام عاصم، يعني يعيش في بيته، وعاصم هو الذي رباه، وكان عاصم زوج أمه، فقرأ عليه مرارا وتكرارا حتى بلغ ما قرأه على عاصم ما يقارب 500 ختمة أو يزيد. إنه الإمام الحافظ الحاذق المقرئ حفص بن سليمان ابن المغيرة ابن أبي داود أبو عمر الأسدي الكوفي الغاضري، ويعرف بحفيص. ولد سنة 90 للهجرة، وأخذ القراءة عن عاصم عرضا وتلقينا، وكان ربيبه وابن زوجته. عرضا يعني قرأ على عاصم مرارا وتكرارا، وتلقينا أي كان يلقنه القرآن يقرئه إياه، فعاصم هو الذي يقرأ، حتى قيل أنه قرأ على عاصم 500 ختمة أو أكثر، كما قرأ على غيره. وأخذ الحديث عن علقمة ابن مرثد وثابت البناني وأبي إسحاق السبيعي وكثير ابن زاذان ومحارب ابن دثار وإسماعيل السدي وليث بن سليم وعاصم وغيرهم. قال الإمام أبو عمرو الداني: وهو الذي أخذ قراءة عاصم عن الناس تلاوة، ونزل بغداد فأقرأ بها، وجاور بمكة فأقرأ بها. قال أبو هاشم الرفاعي، وكان من علماء القراءة: كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم. وقال الذهبي: أما القراءة فثقة ثبت ضابط لها. وأخذ القراءة عنه عبيد بن الصباح وعمر بن الصباح، وهما ليسا أخوين، وحمزة بن القاسم الأحول، والعباس بن الفضل الصفار، وهشام بن عمار وغيرهم. توفي سنة 80 و100، فرحمه الله ورضي عنه وجزاه عن الإسلام خير الجزاء. تعالوا بنا لنستمع لآيات من الذكر الحكيم برواية الإمام حفص ابن سليمان من طريق عبيد بن الصباح بقراءة عاصم رضي الله عنهم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا
أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هذه كانت رواية حفص عن عاصم من طريق عبيد بن الصباح، قرأنا فيها قول الله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. وهذه الكلمة تأمنا أصلها تأمننا، قرأها حفص بالإشمام وهو ضم الشفتين بدون صوت. الإمام الشاطبي قال والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحل، يعني أنه لا يخرج صوت، مجرد أنه ضم الشفتين بدون صوت كأنك تشم الحرف رائحة الحركة، فتقول تأمنا وتعيد الشفتين إلى الإسكان تأمنا. والوجه الآخر الذي يقرأ به حفص ويوافق فيه كل القراء عدا أبا جعفر وهو الاختلاس، ويعبر عنه بالروم، وهو النطق بثلاثة أرباع الحركة تأمننا. والاختلاس هو خفض الصوت مع سرعة في نطق الحركة والإتيان بثلاثة أرباع الحركة. وبقية الأحكام لرواية حفص معروفة والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا، رحم الله إمامنا حفص وجزاه عنا خير الجزاء، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.